طريقة إعداد المنتخب لهذه الفعالية المهمة كأس آسيا، أعلى ليفل في القارة، وبالتالي كأس العالم نتحدث عن مسابقة توصلك إلى مونديال كأس العالم في قطر. هل كان الإعداد مقبول حتى؟ بداية أولا نقول منتخبنا الصغير، وأعتقد أول مرة نشارك بمنتخب سنهم صغير. أخي أحمد، أنا كنت أتمنى إلى الإعداد موجود. نحن تكلمنا في أول يوم حلقة في رمضان، في أول يوم رمضان وأول حلقة في رمضان، وتكلمنا على إعداد المنتخب الناشئين لتصفية آسيا المؤهلة لكأس العالم. أتمنى من الإعداد كان لو جاب اللقطة هذه اللي تكلمت أنا وناديت الشيخ أحمد العيسي، الله يكون في عونه. وأنا عبر يعني الإعداد قلنا مش حلو، عسكروا بداية في صنعاء شهر، وهذا حدث لن يتكرر. لا أكثر من شهرين. لا أنا قلت أوكي بداية كثر الله خيرا في صنعاء، استقبل المنتخب وحفزوهم وأعطوهم فلوس وعملوا كل شيء، شهر بالكثير، وبعدين نبدأ نعد خارج. ليش ايش المانع ان احنا نشيل المنتخب هذا؟ وتكلمت انا بعلاقاتي الشخصيه، بعلاقه المنتخب هذا يروح شهر ونص، لانه انا اشوف، انا الامانه، انا الشيخ احمد اللي جنبه ما فيش امينين للنصح له، اقسم بالله واحلف يمين انه في ناس جنب الشيخ احمد العيسي ما يتمنوا منتخبنا يطلع لكاس العالم. لو في ناس تحب الشيخ احمد وتحب الرياضه اليمنيه وتحب اتحاد الكره، حدث زي هذا ما يعني حدث زي هذا. انا قلت، انا ارجع الاعداد قلت يا شيخ احمد هذه مبارياتك، اعمل المستحيل. ولكن طبلوا وزايدوا على الشيخ احمد وسهلوا كل الامور، انه المنتخب المنتخب حقنا جاهز ولاعبين، واعدادهم بيكون تمام في صنعاء، واعدادهم يعني حنشارك مع فيتنام، حنفوز على فيتنام، والامارات حنفوز معنا كوريا. ولكن للمرة الألف يا شيخ أحمد، أنت إنسان طيب وتخدم الرياضة وبتدفع نقول من مالك، فخذ 2 3 أمينين للنصح لك، خبرات أيوة، وأمينين لا بغض النظر خبرات، أمينين للنصح. هو شيطان له يعني كل من يتحدث بالحقيقة صعب، ما في 2 3 أمين عام. حسام يعني بدأ يشتغل شغل ممتاز، وجنبه المستشار عبد الجبار القدسي، هذا من الناس الممتازين، من الأقرب الناس اللي عبد الواسع القدسي ابن عمنا. فيا شيخ أحمد الله يعني ربنا يحفظك، جيب ناس أمينين للنصح لك. أنت زي هذا الحدث، وتكلمت احنا تكلمنا ما نزايج، نحن مصلحة الكرة ومصلحة الاتحاد لما يتأهل كأس العالم منتخب الناشئين. من أول مستفيد من هذه التأهل اتحاد كرة القدم، وسمعة الاتحاد، اتحاد الكرة هو المستفيد الأول بيدخل كأس العالم. يدخل اليمن في منتخب الناشئين، حيرتفع علم اليمن في محفل كأس العالم، العالم كله يشاهده. فإن شاء الله، لكن نتدارك المباراة الجاية